السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مرحبا بكم خواتاتي في قناة أكرم الاقتصادية. راني جيتكم وجيت كما العاده في الحاجه الاقتصاديه والبنينه، وعلى بالي توحشتوا وصفاتي. راني في واحد 3 ايام ولا فايت 4 ايام ما حطيتش، باسكو كنت شويه مريضه. 3 ايام تاع غوبو، هذيك هي منها غوبو منها تاني عالجت لاغريب. الحمد لله راني وليت لكم، ونشكر كاع اللي سقساو عليا في الخاص. بلا ما نطول عليكم، الوصفه تاع اليوم هي غراتا بالدند مع البيشاميل. وصفه رائعه رائعه، ما يقول لك خفيفه. ما تنجموا حتى ديروها كشطيف يجيكم، مهم تحفه تحفه. بلا ما نطول على خواتاتي، نمروا للمقادير وطريقه التحضير. نبدو بسم الله على بركه الله في المقادير. غادي نخلط ديريكت باش ما نطولكمش الفيديو ونقعد نقول لكم ها المقادير ها شاوله شاوله. غادي نبدا نخلط او ميم طون، غادي تعرفوا شاوله التتبيله اللي غادي نديرها للصدر تاع الدند. اللي تبغي دير الدجاج دير الدجاج. قلت لكم انا نخدم توجر بالحاجه اللي عندي. نديروا رشه تاع ملح، ورشه تاع فلفل اسود، ورشه تاع كركم، ورشه تاع سكنجبير والفلفله. هادو زعما لي زيبيس اللي نبغيهم جاو في هذه الوصفه. انا هادو 4 تاع لي زيبيس نبغيهم ونخدم بهم بزاف بزاف، سورتو سكنجبير، الفلفله حمراء. نديروا رشه تاع راس الحانوت. هادو غادي يعطيو كيما يقولك واحد البنه روعه روعه للدند. راكم عارفين الدند شغل شويه البنه تاعه صامطه، مش كيما الدجاج، سما اللي قتبنوه بلي زيبيس. نديروا رشه تاع فلفله حمراء وزوج سنات ثوم، غادي نبشرهم بهذه التاعير رقيقه اللي نبغيها. دوك نزيدو تاني الخردل اللي هو الموتار اللي صورتها لكم تاني شحال من خطره. قلت الدند هذا الخردل توجور يجي مع اللحوم، مع الدجاج ومع الدند، شغل يعطي ديك البنه الروعه، وزيد يطري الدند تاعنا. راني الدند درت واحد شويه، انا بويا شرا كونتيتي بزاف، غادي نقسمها شحال من يوم. الاقتصاد سورتو في الظروف اللي رانا فيها تاع كورونا، راكم عارفين الوضعيه الماليه اللي رانا فيها. واحد اللي شويه يقتصد. زدت 2 مغارف كبار تاع الزيت، غادي نخلط مليح مليح، وغادي نغطيها ونخليه واحد ربع ساعه هكا 15 دقيقه باش يتشرب لنا كامل هذوك التوابل ويتبنن لنا، ويزيد يطرى تاني من زدنا له الزيت وكاع، ونخلوه يريح. بعد نعاودو نولوا له. دوك نكمل لكم الوصفه تاعه. صافي خواتاتي، روح دروك البطاطا تاعنا راني قطعتها مربعات، زدت لها الملح، وغادي نروحوا نقليوها. بعد نجبدوا الدجاج تاعنا، غادي نزيد له 2 مغارف تاع زيت، غادي نقلوه مليح مليح. كي نشوفوه تجمر مليح مليح غادي نزيدوا له حبه تاع بصله. نزيد له 2 مغارف تاع زيت، راه قليته شويه نشف بالخف. نديرو واحد 2 مغارف، ما نكتروش باش ما ينحرقناش. غادي نقلو شويه. شوفوا كي تجمر طرق ديك البنه تاع لي زيبس، شوفوا لي هذاك ماشي يحرق، قلت لكم هذاك القليان. دوك كي نزيدوا له الحبه تاع البصل هذه المقطعه مربعات صغار، غادي كي نقلو غادي البصل من يطلق الماء تاعه غادي كاع يمتص هذيك البنه قلت لكم تاع القليان، تجي هذيك هي الصح. وغادي نزيدو تاني نمرقوا بشويه واحد الماء، غادي تجي سوا سوا. غادي نقلو شويه قد ما يدبل لنا البصل ويطيب مليح، ومنها الدجاج تاعنا يتشرب البنه تاع البصل. راكم عارفين البصل تاني يطلق ديك البنه الحلاوه الرائعه في اللحوم. تشوفوا كي بدات ديك الحب شي حروقيه ديك القليان تاعنا هذاك صاي بدا يدخل في مع الدجاج تاعنا. نروح غادي نوجد البيشاميل، باسكو هي اللي غادي نزيدها الاضافه، هي الاضافه اللي غادي نزيدها للحشو تاعنا. دوك نديرو 2 مغارف كبار تاع مارغرين، الطريقه المعتاده تاع البيشاميل. فما غاديش نخليها تتقال بزاف، غادي نديرها شويه خفيفه. نخلو المارغرين تاعنا تذوب، بعد نزيدو لها 2 مغارف كبار تاع فرينه. راني منقصه عليها النار، خلوها تذوب كيما يقول لك، ما تزيدولهاش النار. نزيدو دروك 2 مغارف كبار تاع فرينه. غادي ندير 2 كيسان ونص تاع حليب. 2 كيسان ونص تاع حليب، سما نص يوطرو تاع حليب في 2 مغارف مارغرين في 2 مغارف فرينه. دوك نكتب لكم الطريقه في صندوق الوصف كيما موالف.
شوفوا راني نخلط. لازم هذيك الفرينه نخلوها شويه تنقلها مع المارغرين مليح، ما نديروش الحليب مباشره، يعني واحد دقيقه ولا. يعني كي تشوفوا هكا بدات هكا تنقله بدات كتشم وبنات على الفرينه بلي صاي تخلطت غايه مع المارغرين، نبداو نزيدو في الحليب. والحليب ما نزيدوش دفعه كيما يقول لك ديريكت، نزيدو غير واحد شويه. تشوفوا كي بدات هكا راهي تغلي، راني على نار قليله. نديرو حليب واحد شويه ونخلطو، نحلو شغل ديك الفرينه اللي نحلوها مليح مليح في الحليب، ما تقعدناش هكا مكوره. شوفوا كي تحلت بالخف كي قليتها مليح، غادي نزيدو الدفعه الزاوجه ونحرك. في الخطره الثالثه ندير كاع كميه تاع الحليب ونقعدو نخلطو بشويه بشويه على نار قليله. كي نحسوها صاي بدات تعقد لنا نزيدو الاضافات الاخرى. ملي كملت كاع الحليب راك تشوفوا فيه راني شغل جبدته من الكونجيلاتور، راه شويه مازال ما دابش غايب، بصح معليش دوك نحركه دروك واحد شويه دوك يعاود يذوب كاع. شوف راهي على نار قليله. انا صاي بديت هنا نحس فيها شغل كي تولوا تخلطوا تحسوها بلي بدات تتقال. نجيب الجبن تاعي هذيك باش يزيدها البنه روعه، زدت واحد زوج حبات. نتوما ديروا الجبن اللي عندكم مبشور ولا المهم ديروا لها الجبن مع رشه تاع الفلفل الاسود ورشه تاع ملح. الملح ما تكثروش باسكو ديجا راكم غادي نديروا الجبن والجبن راكم عارفينها بلي مالح. نديروا غير رشه خفيفه، غنحركوا وغادي نطفي عليها. قلت لكم بلي ما تخلوهاش تتقال لكم بزاف. هي شويه كي تشوفوها بدات تتقال نطفوا عليها. انا قلت لكم غادي ندير لها شويه خفيفه. هاني عاودت وليت الحشو تاعي اللي وخرته. الوقت اللي وخرته رحت طيبت البيشاميل تاعي بالخف. غادي نبدا نزيد في البيشاميل حتى شويه. غادي ندير الاولى درت واحد 3 مغارف حتى الرابعه وحركت. والكميه تختلف حسب كميه الداند ولا الدجاج اللي راكم باغيين ديروه، على حساب كي تولوا تخلطوا دوك تشوفوها. كي تشوفوها زعما شغل مازال ما تشمخاتش غايبه بالبيشاميل زيدوا. كيما انا حركت شفتها بلي خاصها واحد المغرف حتى 2 مغارف. غادي نزيد لها واحد 2 مغارف. تشوفوها هكا تشوفوها بلي تشربت غايه ديك البيشاميل. بون هذه الطريقه اللي درتها شوفوا عطات واحد البنه روعه شغل هكا كي تقلوا ديك البيشاميل مع الدجاج. ونزيد ندير لها اللمسه الاخيره تاع المعنوس. شوفوا جا الكغاتان جا فيه واحد البنات تحفه هكا منكهه بنه تاع البيشاميل وكاع. شغل انا قلت نزيدها اضافه من عندي. كالي ديال الكريم فريش تاني تجي روعه مع الكالي ديال ياغورت ناتورال. كل واحد واش يدير. انا قلت غادي ندير بيشاميل نستغل غادي نعجب بيها اليوم. شوفوا راك تشوفوني درت البطاطا تاعي كوش وثاني زدت درت فوقها شويه تاع البيشاميل. وغادي دروك نوزع الحشو تاعي. علاه راني نضيف البيشاميل فوق البطاطا باسكو البطاطا ثاني غادي طيب غادي باش تتشرب وتجي طريه نجي منكهه بنه تاع البيشاميل. شغل غادي يجي منكه. زدت غادي دروك نغطيه بكميه تاع البطاطا اللي بقات لي. ودروك صاي راك تشوفوا زدت ثاني شويه بالبيشاميل كتروش غير واحد شويه هكا. نجيب البطاطا درت تقريبا واحد 4 حبات هكا، 4 حبات كبار بصح ماشي صغار. نتوما ديروا حساب عدد الافراد العائله. لكن كيما يقول لك صغرتهم البلا نقصوا من الكونتيتي تاع البطاطا. المهم يجي بنين واحد البنه روعه. غادي نقول لكم كيما يقول لك شغل جا منكه تقولي مش عارف كاع شافيه. هو فيه شوالحه كيما يقول لك حاجه بسيطه، شويه توابل مع شويه بصل شويه بيشاميل. وراكم خرجتو كغانتا روعه. ميم تنجمو كي يجوا عندكم الضياف ديروا للضياف معاه شويه سوب هكا في الليل ولا مع السلطه. راكم سلكتوا رواحكم. كجربوا قلت لكم خواتاتي جربوا هكا حاجه اقتصاديه مع حاجه كيما يقول لك ساهله تخرجوا حاجه بنينه بلا ما تضلوا تكثروا على رواحكم في اللحومات وفي الشحومات وفي الفرامج دوك الغاليين. راني كملت البيشاميل تاعي نحاول نوزعها مليح سورتو في لي كوتي وكاع. باقيت لي واحد شويه تاع فرماج راني نخدم به بزاف. بقات واحد شويه ما حسبت راه كاين في الدار وصيت بويا يجيب لي كيما موالف وندخلوها طيب. وغادي طيب لكم بالخوف. شوفوا كي طيبتها شغل غادي كلشي راه طايب غادي غير باش بيشاميل طيب لنا وتنشف وتتحمر. دوك نخليها تبرد مليح ونقطعها. غادي والتزيين غادي نوريكم بزينتها بدا فرماج تاع الساندويشات قطعتها كيما يقول لك قطع صغار. وقبل ما نخدم به دخلته الكونجيلاتور باش يساعدني باش يوليش يتفتت. شوفوا كي درته وهو ساخن وزعت فوقه دوك الخطط تاع الفرماج. شوفوا الشكل تاعها كي جات تحفه. ميم هكا كي تاكلوا تستبنوا ديك الفرماج داك الساندويشات هكا شغل طال دايف فوق الكاطه. والله لا صدقوني يجي روعه.
يقول لك الدليل انا بويا دار ياكل وكاع ما يجيش يقول لي حاجه جات بنينه. اليوم كي كلا وحط بلاط تاعه قال لي جاب شبابه كراطين، قال لي شدرتي فيه. هيا راني قلت لكم هذه وصفتنا نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم خواتاتي. ما تنساونيش في الجيم والبارطاج، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى